شايفين الحمولة دي؟ 11 طن مواسير اتفكت وقعت على الأرض كلها مرة واحدة. الكل كان متوقع إن المواسير، خليك معايا وشوف بنفسك. مواسير نياسكو، رحلة 30 ساعة على الطريق، حمولة أكتر من 11 طن خراطيم ومواسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجل من أقصى المدينة. الحمد لله أخدنا تاني خطوة عملية على أرضنا في تجمع وادي سعاد، خطوة جماعية. الخطوة دي هي شبكة الري، وأي حد اشتغل في الأرض عارف إن دي أهم خطوة في المشوار كله. شبكة الري مش مواسير وخلاص، ده تأسيس صح بخامات محترمة وبتصميم هندسي يريحك العمر كله. عشان كده ما استسهلناش الموضوع وبدأنا ندور نجيب خامات منين وإيه الأفضل من حيث الجودة والسعر. الأستاذ عبد الحليم لف على أكتر من مصنع، شاف وسأل وقارن، وفي الآخر استقرينا على شركة من الأسماء التقيلة في السوق، شركة نياسكو. ومن هنا بدأت رحلتنا من الأرض لحد المصنع، عشان نشوف بعينينا الخامة بتتعمل إزاي قبل ما تدخل أرضنا. احنا ما اخترناش الشركة بالاسم، اخترناها بالخامة، وده اللي هتشوفه في آخر الحلقة. دخلنا نشوف خط الإنتاج، تعالوا مع بعض ندخل المصنع ونصور خط الإنتاج خطوة بخطوة. مش إعلان ولا مجاملة، دي خطوة بنعملها على أرض الواقع عشان لما الشبكة تتركب نكون مطمنين. أول مرحلة عندنا هنا مرحلة وضع الخامة، خامة UPVC، وهي الأساس اللي بتبني عليها كل خط الإنتاج. الخامة لازم تكون نقية ومطابقة للمواصفات عشان تدي في الآخر ماسورة تعيش معاك في الأرض وتستحمل الشغل لسنين. المرحلة التانية هي مرحلة الانصهار. هنا الخامة بتوصل لدرجة حرارة معينة وبتبدأ تدخل مرحلة التشكيل. الخامة وهي منصهرة بتتشكل حسب الاسطوانة أو الاسطمبة اللي موجودة في المكنة، واللي بيحدد قطر الماسورة وسمكها من أول لحظة. والاسطمبة اللي راكبة على الخط دلوقتي ماسورة 4 بوصة، هنشوفها في آخر الخط. بعد مرحلة التشكيل بندخل على مرحلة التبريد. في المرحلة دي الماسورة اللي اتشكلت بتدخل حوض تبريد بالمياه عشان تثبت على شكلها وتستقر على الأبعاد الصح اللي حددتها الاسطمبة. بعد كده بندخل على مرحلة الطباعة. في المرحلة دي اسم نياسكو بينطبع على الماسورة، ومش الاسم وبس، كمان بيتحدد وقت وتاريخ إنتاج الماسورة. طب إيه السبب؟ لو ظهر أي عيب في أي ماسورة نقدر نرجع لسجل الإنتاج ونعرف مين اللي كان شغال على الخط ومين المهندس المسؤول عن التشغيل. نياسكو اسم له تاريخ، اسم له سجل وأرشيف. بعد كده جرار السحب، وبعد جرار السحب معدة لعمل جلبة الماسورة. وبعد ما تخلص كل مراحل خط الإنتاج هتلاقي المهندس صبحي محمود مدير الإنتاج واقف بابتسامته الجميلة. صراحة ابتسامة حاجة تهدي الأعصاب وتريح النفس. وأنا شخصيا لما جيت المصنع أول شخص قابلني كان الأستاذ سعيد مشرف الأمن، بنفس الابتسامة الجميلة. تحس إنك شغال في مكان منظم محترم والناس فيه فاهمة الشغل صح. تعالوا ناخد نبذة عن تاريخ الشركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سعيد إبراهيم متولي، مشرف أمن في شركة نياسكو، وهي من الشركات التي تأسست عام 1980، يعني أكثر من 45 سنة نجاح متواصل وثابت خطوة ورا خطوة. هي شركة بدأت من الصفر، والنهارده بفضل الله تعالى مغطية السوق المحلي ووصلت منتجاتها للسوق الأوروبي بجودة وشغل شرف. وأمن نياسكو ما كانتش مجرد شركة قطع وخراطيم، مواسير PVC، مواسير بولي. الشركة دي فتحت بيوت ناس كتير وأنا واحد منهم، وكان وراء هذا النجاح إدارة محترمة ورؤية واعية بقيادة الباشمهندس علاء ترك والمهندس سيد خليل، ولهم الفضل علينا، وأيضا المهندس عبد المنعم سالم مدير قطاع الحقل، والمهندس أحمد عيد، والمهندس العظيم في مجال السحب المهندس أحمد أبو جبل، ولهم تاريخ وخبرة وشغل على أرض الواقع. وده اللي بيخلي اسم شركة نياسكو موجودة ومكملة لحد النهاردة. وشكرا لحضراتكم. كده نكون خدنا نبذة عن الشركة وتاريخها، وشفنا كل مراحل خط الإنتاج على أرض الواقع من أول الخامة لحد الشكل النهائي للماسورة. ودلوقتي هنتابع معاكم مرحلة تحميل المواسير من المصنع. وقت التحميل كل الناس في المصنع كانوا شايفين الوزن وقالوا العربية مش هتشيل الكمية دي، ولكن
يأتي رجل جديد من أقصى المدينة، السائق الصبور محمد الحوبي، سائق المهام الصعبة، وقال إن شاء الله هنحملها ومش هنسيب ولا ماسورة واحدة على الأرض. واللي كان شاغلني بعد ما حملنا إزاي الحمولة دي هتنزل من غير أي ماسورة ما تتكسر. تخيل معايا لو أنت مكاني هتعمل إيه عشان تنزل كل ماسورة سليمة. خليك معايا وشوف بعينيك إحنا عملنا إيه. الحمد لله انطلقت رحلتنا من مدينة بدر. المرة اللي فاتت واحنا بنشتري الخشب كان الانطلاق من مكان اسمه العمار. سبحان الله، أسماء كلها مبشرة وبتديك طاقة وأمل. ده مش مجرد أسماء على الخريطة، ده رموز لكل بداية لازم تاخد بالك منها لأن بيكون فيها رسائل. الطريق كان طويل بس الحمد لله وصلنا نفق الشهيد أحمد حمدي ممنوع العبور. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا. اضطرينا نرجع للمعدية ونعبر بيها. في الطريق قابلتنا عقبات كتير وكنا خلاص هنرجع بالحمولة بسبب ان كان معانا سوبر وكبريت زراعي، لكن الحمد لله رجال المدينة موجودين في كل مكان. الدكتور عماد عوض تدخل وحل المشكلة، واحنا بنقول له انت بحق رجل من اقصى المدينة. وبنشكر كل رجال المدينة اللي تواصلوا معانا واحنا على الطريق عشان يطمنوا علينا. وطبعا في حلقة خاصة هنتكلم فيها عن رجال المدينة، الناس اللي واقفين جنب الارض والزراعة، وخصوصا مركز بحوث الصحراء ودوره الكبير في دعمنا. انتظرونا في حلقة عن مركز بحوث الصحراء. الحمد لله عبرنا قناة السويس بعد كل التعقيدات والإجراءات. لما عدينا الأكمنة والمعدية حسينا بإنجاز حقيقي، كان شعور بالانتصار على الروتين وعلى كل البيروقراطية والتعقيدات الأمنية. الحمد لله وصلنا التجمع بعد 30 ساعة الطريق. والله 30 ساعة الحمد لله. وجه وقت التنزيل. الاقتراحات كانت كتير، ناس قالت تنزل ماسورة بماسورة بس كان هياخد وقت كتير. قلنا نعمل اختبار للمواسير ونحذف الحمولة كلها مرة واحدة ونشوف النتيجة. طبعا انتوا عارفينها. جبنا 3 خشبات وحطيناهم جنب العربية عشان لما الحمولة تقع ما تجيش على الأرض على طول. شدوا حبالكم يا رجالة، شدوا الحبال. مين يقف؟ الخشب اتكسر. عصا نفسك كسر. ماشي تمام. هو بقى هو. عم راحت في داهية ايه هو بقى هو. عم راحت في داهية ايه المشكلة؟ هو مشكلة بس أهم حاجة ما يسطر. هو سيب الحبل خلاص، سيب الحبل. ننزل الحمولة حصل صوت فقلنا خلاص أكيد في حاجة اتكسرت، وقلنا ما يهمش ماسورتين 3 بالسلامة، المهم الباقي. لكن المفاجأة العروق الخشب اللي كنا حاطينها علشان تستقبل الحمولة هي اللي اتكسرت. احنا كنا متوقعين النتيجة المواسير تتكسر بس بصراحة مفيش والله ولا ماسورة واحدة انكسرت ولا اتشطفت. وفي الوقت ده اطمنا بزيادة ان احنا اشترينا من مكان موثوق منه، خامة محترمة، شركة نياسكو. والفضل كله يرجع لله وللأستاذ عبد الحليم غانم، مفاوض بارع قدر يجيب أعلى الخصومات على المواسير والقطع والخراطيم بأسعار محدش كان متوقعها. والأستاذ عبد الحليم دايما على استعداد يساعد أي حد في التفاوض على أي منتج في التجمعات التنموية قاطبة بدون أي مقابل لوجه الله. ونعم رجال المدينة. وبرغم كل التعب والطريق الطويل لقينا وقت نروح ونلعب كورة. كده بتنتهي رحلتنا في شراء المواسير والقطع. استنونا في الحلقة الجاية هنتعلم مع بعض ازاي نعمل اسقاط لشبكة الري على ارض الواقع. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. من هو؟ لا احد يعلم. سيذهب اسمك ويخلد سعيك. السلام عليكم.